انا رحت وين وان كان حالب بينك وبيني البيت تهت يا ابن ام الهلا وديني حسين يا غوث الصريخ اللي يعتنيك شلون كل هذا العتب ما يمض بيك انا اختك يا ابن ابوي وجيت ليك وانا خدر بشيمتك تدري مشيت للحومة وقلبها من الهموم مصدع ومن خوف تطيح وتقوم ولا وحيد من اللي يحصل اليوم يا ابن ابوي بجسمك يدلي صدت بلهفه ولقت ذيك الجسوم وشافته مثل البدر بين النجوم مخضب بدمه وصاحت يا مظلوم ريت عم يا ولاد شافك عين شلون اشوفك بالسيوف مخضبيك اولا كتر من الجرح سالم ضال بيك يا اخويا جسمك بهالحال وانا اعتب عليه وانا خدري بشمتك تدري العذور لله ولياك من هذا العتاب وادري تعذر لو قلت لك بالسبب سلبون سلبون اخلافك وعزن النهب وانا جيتك الولش الشايه راح اروح وروح جبلوع وعذاب وش حال هالوليانه فوق التراب شلون بالنسوان وسكينه ورباب عيون عبره وعالدرب تبري تقول خيالاي خيالاي انا هيج مصابه بالمامر خيالاي ومن كل اخوتي ما ظل اخيلي خيالاي انا الما شايفه ببيتي خيالي ايه يا اخويا الخاص وعام يتفرج علي ايه الخاص وعام يتفرج علي تقل عالماء احمر بينا يحان الظن عالماء هو يرفرف فوق راسي كان عالماء شلون امشي يسير بغير علمي انا شقي العباس من يعتب علي والله شقي العباس من يعتب علي هاي الابيات الى ثواب الحجي ابو فاضل ابو باسم رحمه الله عليه وثواب حج عارف رحمه الله عليه وثواب ام باسم هذا لانه هذا المكان مكان تشابيه وهي يعني هاي ما شاء الله البيارق هاي هنا وشوف ما شاء الله الاعلام هنا يعني ترفرف بأجنحة الطيور. نعم هنا من ساحة تشابيه ناحية الدبوني تشرفنا بقدوم سيد عباس الطويرجاوي. مساحة من الأرض أبو باسم القرغولي رحمة الله عليه الله يرحم والديك اقتطع هاي من أرضه وأهداها للحسين سلام الله عليه وبعد أنه أيضا هاي تزرع في وقت الموسم والوارد مالها إلى موكب أو إلى تشابيه الإمام الحسين
فهنيئا له. هو راح بس هاي ظل الاثر الطيب، والله يحفظ اولاده وان شاء الله يقولون الخلف ما مات ان شاء الله، ان شاء الله على الطريق، والنعم منهم بيت ابو باسم واولاده. وهذا الحسين اللي خدمه الله يرفعه، واللي يقدم له الله ينطيه ان شاء الله. وش تقدم للحسين تلقي خير. فاسال الله توفيقكم، ورحم الله من اعاد سوره الفاتحه قبلها الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. من هنا من ساحة تشابيه ناحية الدبوني أحب سيد عباس الطويرجاوي الله يحفظه أن يشاهد الساحة ومكانها الراقي وأهلها الأخيار وخدامها الأطياب، وقدم الشكر الجزيل والاحترام لإدارة التشابيه ولبيت أبو باسم الحاج فاضل شمران جاسم القرغلي على خدمتهم وفنائهم بخدمة الإمام الحسين عليه السلام في هذا اليوم 4 من آب لعام 2023 والموافقة 16 من محرم الحرام لعام 1445. هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستجدون هذا المقطع على قناتنا باسم ملا قاسم كميل القرغلي، ولكم منا جزيل الشكر والاحترام، وشكرا للمشاهدين الأعزاء، والسلام.